في حديث بصراحة ما كنتش أعرف عنه أي حاجة ولسه معاه من قريب، ولما سمعته بصراحة اللي هو يعني عجبني جدا واستغربت جدا إن معقولة في ذكر احنا ما نعرفوش، والذكر ده عند ربنا سبحانه وتعالى أحسن من إن أنت تنفق جبل من الذهب. يعني أنت لو عندك جبل من الذهب وتنفقه في سبيل الله، لا إنك تقول الذكر ده أحب عند ربنا من إنفاق الجبل من الذهب. فبقيت مستغربه، معقوله في حديث جميل قوي كده واحنا ما نعرفش عنه حاجه، فحبيت ان انا يعني اشاركه معاكم لان بجد عجبني جدا 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 يعني، وحابه ان احنا كلنا نعمل بالحديث ده ان شاء الله. بيقول ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هاله الليل ان يكابده. يعني مش قادر يصلي قيام الليل او يعني مش شرط ان هو يكون مريض او تعبان، لا هو مش عايز يصلي قيام الليل او مش قادر يقوم يعني بالليل ان هو يصلي قيام الليل، او بخل بالمال ان ينفقه، مش عايز ينفق يصدق في سبيل الله، او جبن عن العدو ان يقاتله. يعني مش عايز ان هو يعني حاسس ان هو جبان، ان هو مش عايز يروح يقاتل في سبيل الله لانه خايف يتقتل او خايف يموت وهكذا. طب لو حد فيه التلات حاجات دول يعمل ايه؟ قال: فليكثر من سبحان الله وبحمده. يقول الذكر ده سبحان الله وبحمده على قد ما يقدر، فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب ينفقه في سبيل الله عز وجل. يعني الذكر ده انك تقوله أحب عند ربنا. فانا بصراحه بجد يعني فرحت قوي لما قريت الحديث ده، وحبيت ان فعلا اشاركه معاكم لان احنا ناس كتير ما تعرفش عنه حاجه. فاتمنى بجد ان انتوا يعني تعملوا بالحديث ده، لانه فعلا حديث جميل قوي 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 وعجبني قوي، وحبيت ان انا اشاركه معاكم.